هتبدأ حكايتنا النهاردة مع طفل صغير واللي بيكون اسمه كارل. وبيكون كارل بيتمشى في الشارع وهو لابس لبس الكشافة بتاعه وماسك في ايده بالونة. بس فجأة بيسمع صوت جاي من بعيد، والصوت ده بيكون صوت بنت جاي من بيت مهجور. وقتها بيقرر كارل ان هو يدخل ويشوفها، واول لما بيدخل بيلاقيها لابسة لبس الكشافة زيه بالظبط، وكمان بتلعب لوحدها. بس اول لما بتشوفه بتزعقله على طول، وبتقوله كمان ان المستكشفين بس هما اللي يقدروا يدخلوا المكان ده. بس بعدها على طول بتضحك وبتبدأ تعرفه على نفسها، وبتقوله كمان ان اسمها بيكون إيلي. بس وهم واقفين البالونة بتاعته بتطير فجأة، وإيلي بتشجعه ان هو يطلع ويجيبها من على سطح البيت. بس وهو ماشي الخشبة بتتكسر وبيقع كارل على طول، وبسبب كده ايده بتتكسر. ولما بيجي الليل بتروح له إيلي بيته علشان تطمن عليه، وهناك بتقوله إنها فكرت تسليه شوية علشان ما يفضلش قاعد زهقان، وإنها كمان جابت معاها كتاب المغامرات بتاعها. ووقتها بتقوله إن من وهي صغيرة بتتمنى تروح تعيش في شلالات الفردوس، وبتطلب منه كمان إن هو يوعدها إن يوديها المكان ده. ومع مرور السنين إيلي وكارل بيكبروا وكمان بيتجوزوا، وبيفضلوا هما الاتنين يحوشوا كتير علشان يقدروا يحققوا حلم إيلي إنها تسافر وتعيش في شلالات الفردوس. بس للأسف كانوا كل ما يحوشوا شوية فلوس علشان الحلم ده تحصل لهم حاجة فجأة، وقتها بيضطروا يصرفوا كل اللي حوشوه. وبيفضل الاتنين يكبروا سوا ويعجزوا كمان مع بعض، والحب اللي ما بينهم بيفضل يزيد أكتر وأكتر. بس فجأة إيلي بتتعب جامد وبتدخل المستشفى، وللأسف إيلي بعدها بتموت. وبيفضل كارل عايش في البيت بتاعهم لوحده. وبيجي يوم من الأيام بيصحى كارل من النوم، وبعد كده بيخرج قدام البيت بتاعه وبيشوف ان كل البيوت اللي موجودة حواليه اتهدت خلاص، لان كان بيتبني مشروع جديد بدلها. وبعد كده بيروح كارل عند صندوق البريد علشان يشوف الجوابات اللي جاتله. بس وقتها واحد من مهندسين المشروع الجديد بيشوفوه لما بيطلع وبيقرب منه على طول، وبيبدأ يعرض عليه سعر كبير جدا علشان يبيع البيت بتاعه. بس لما كارل بيسمعه بيرفض جدا وبيرجع البيت بتاعه على طول. وبعدها بشوية باب البيت بيخبط، ولما بيفتح كارل الباب بيلاقي وقتها طفل صغير وبيكون لابس لبس الكشافة، وبيقوله كمان إن اسمه بيكون راسل. وبيبدأ يسأله كمان لو هو محتاج أي مساعدة، لأن لما راسل هيساعده هيقدر يحصل على وسام مساعدة العجائز. بس كارل بيقوله إن هو مش محتاج مساعدة. بس وقتها بيرد عليه راسل ويقوله إن هو دلوقتي مش ناقصه غير وسام واحد بس، وبكده هيبقى مستكشف أول للطبيعة. وساعتها بيوافق كارل على مساعدته، وبيقوله كمان ان في حيوان بوظله الزرع بتاعه كله، وان هو ممكن يساعده علشان يمسك الحيوان ده. واول لما راسل بيسمع كلام كارل بيفرح جدا وبيجري على طول علشان يدور على الحيوان ده. بس بعد كده بشوية بيشوف كارل عربية ضخمة جدا وبتخبط في صندوق البريد بتاعه، وبيتضايق كارل جدا وبيطلع بسرعة وبيروح لمهندس المشروع، ووقتها كمان بيضربه بالعصاية بتاعته، وبياخد صندوق البريد بتاعه وبيدخل على البيت على طول. بس بعد كده بيستدعوا كارل في المحكمة، وهناك بيعرف ان هو خلاص لازم يروح ويعيش في دار مسنين. وبعدها بيروح كارل البيت وهو متضايق، بيمسك كتاب المغامرات بتاع إيلي بيفضل يقلب فيه كتير، وبيكون صعبان عليه قوي ان هو يسيب البيت بتاعهم وكل ذكرياتهم اللي فيه، وبيكون حزين جدا. وتاني يوم الصبح باب البيت بتاع كارل بيخبط، وأول لما بيفتح بيلاقي ناس من دار المسنين جاتله علشان ياخدوه هناك. وقتها كارل بيطلب منهم ان هما يستنوه شوية علشان يقدر يودع البيت بتاعه لآخر مرة. بس بعدها على طول بيتفاجئوا كلهم ان في بلالين كتيرة جدا بتشد البيت لفوق، وكارل بيكون جوه البيت. وقتها بنشوف كارل وهو بيبوس صورة إيلي مراته، وبيكون فرحان جدا لأنه دلوقتي خلاص بيبدأ طريقه عشان يحقق حلمها. بس وقتها بيستغرب كارل جدا لما بيلاقي ان باب البيت بتاعه بيخبط وهو طاير. واول لما بيفتح الباب بيلاقي راسل ماسك في شباك البيت بتاعه وبيكون مرعوب جدا، فبيشدوا كارل وبيدخلوا بعدها البيت سوا. وبعدها بيفضل راسل يسأل كارل أسئلة كتير جدا. بس فجأة بتقوم عاصفة قوية خالص وبتهز البيت بتاعهم جامد قوي، وللأسف بيقع كارل وبيغمى عليه على طول. بس أول لما بيفوق كارل بيلاقي ان راسل نجح ان هو يتحكم في الاتجاهات، وده كان باستخدام جهاز الGPS بتاعه.
بس للأسف وهما بيتكلموا بيقع الجهاز من الشباك من غير قصده، وبيتفاجئوا بعدها لما بيلاقوا نفسهم في مكان غريب جدا وإن هما بعدوا عن المدينة بتاعتهم كتير. بس في الوقت ده أول لما كارل بيبص قدامه بيتفاجئ بشلالات الفردوس، وبيكون مبسوط خالص إن هو قدر يوصل للشلالات بالسهولة دي. وساعتها بيقرر كارل إن هو يربط البيت بحبل علشان يقدر يشده في اتجاه الشلالات. بس هناك بيكتشف راسل وجود طائر غريب وضخم وبيكون كله ألوان كتير، وبيفضل راسل يلعب معاه. وبعدها بشوية كمان بيلاقوا كلب، بس بيستغربوا جدا إن هو بيقدر يتكلم. وأول لما كارل بيسمعه بيخاف منه جدا، بس الكلب بيطمنه وبيقوله إن صاحبه اخترع الطوق اللي هو لابسه ده، وعمل كده علشان يقدر يتكلم من خلاله. وبيعرفهم كمان بنفسه وبيقولهم إن اسمه دوج. وبعد شوية من الوقت بنشوف مجموعة من الكلاب، واللي بيكونوا هما كمان لابسين طوق زي الكلب دوج بالظبط. وبنكتشف كمان إن هما بيدوروا على الطائر، بس دوج بيروح لهم وبيعرفهم إن هو خلاص قدر يلاقي الطائر ده. وبالليل بنشوف راسل وهو بيحاول يعمل خيمة، بس للأسف كل محاولاته بتفشل. بيقعد راسل يتكلم مع كارل وبيقوله إن هو عمره ما قدر ينصب خيمة خالص، خصوصا إن باباه طول الوقت بيكون مسافر، وإن هو كمان بيتمنى إن باباه يجي ويحضر حفلة الكشافة معاه. وبعد كده بيناموا هما الاتنين، وتاني يوم الصبح بيكتشفوا إن الطائر اللي لقوه طلع أنثى، وإنها كمان عندها أولاد وبتحاول تجمع لهم أكل. ولما بيعرف راسل كل ده بيخاف جدا على الطائر لحسن تحصل لها أي حاجة قبل ما تقدر ترجع لأولادها وتأكلهم. وفي نفس الوقت ده بيروحوا الكلاب لصاحبهم دوج، وساعتها بيسألوه على مكان الطائر، بس هو ما بيكونش عارف هو راح فين. وبعدها على طول بياخدوا راسل وكارل ودوج وبيروحوا على زعيمهم بسرعة. وأول ما بيوصلوا هناك بيكتشف كارل إن زعيم الكلاب دي بيكون تشارلز المستكشف اللي كان بيحبه هو وإيلي جدا، وبيتفرجوا عليه من وهما صغيرين. وقتها بيكون كارل مبسوط خالص، وبيدخل هو وراسل المنطاد بتاع تشارلز، وما بيكونش كارل قادر يصدق نفسه من الفرحة. وبيبدأ كارل يحكي لتشارلز ويقوله إن مراته إيلي كانت بتحلم من وهي صغيرة إن تعيش جنب شلالات الفردوس، وده بسببه، بس هي ماتت قبل ما تعمل كده، وهو دلوقتي قرر يحقق لها حلمها ده. وبيبدأ تشارلز هو كمان يحكيله إن طول السنين الكتير اللي عدت دي كان بيحاول يمسك الطائر، وبيعمل كده علشان يقدر يثبت للناس إن هو موجود حقيقي وإن هو مش مجرد خيال. وساعتها بيقول راسل من غير ما يفكر إن هو شبه كيفن، فبيكتشف تشارلز إن هما شافوا الطائر وكمان عارفين مكانه. بس كارل بيقوله بسرعة إن هما فعلا شافوا الطائر، بس هو بعدها مشي ودلوقتي ما يعرفوش عنه أي حاجة خالص. بس للأسف تشارلز بيشوف الطائر واقف على بيت كارل. وقتها بيقرر كارل إن هو يهرب هو وراسل بسرعة. وقتها بيبدأ دوج يساعدهم إن هما يهربوا، وبياخد الطائر كارل وراسل على ظهره وبيبدأ يجري بيهم علشان ينقذهم. بس للأسف وهما بيهربوا بيتعور الطائر في رجله، بس راسل بيساعده على طول وبيربط له رجله، وبيطلب من كارل كمان وبيقوله إن هما يحاولوا يساعدوا الطائر كيفن علشان تقدر ترجع لأولادها مرة تانية. بس بعدها بنشوف الكلاب اللي بتكون رجعت لتشارلز وبتحكي له كمان كل اللي حصل، وبيقولوا له إن دوج ساعدهم إن هما يهربوا. بس في الوقت ده بيقدر تشارلز يعرف مكانهم بكل سهولة، وده بسبب الطوق اللي في رقبة دوج. وفي الوقت ده بيكون كارل وراسل بدأوا طريقهم علشان يوصلوا الطائر كيفن لأولاده الصغيرين، بس بيتفاجئوا كلهم إن تشارلز عرف مكانهم وجيب المنطاد بتاعه وكمان رمى عليهم شبكة، وللأسف قدر إن هو يصطاد الطائر كيفن. وساعتها بيفضل كارل وراسل يحاولوا إن هما يساعدوا الطائر كيفن ويفكوه من الشبكة بتاعة تشارلز. بس في نفس الوقت ده بيولع تشارلز في بيت كارل، وكمان الكلاب بتاعته بتخطر الطائر كيفن وبتدخله في المنطاد بتاعه. ولما بيشوف كارل اللي حصل بيتضايق جدا وبيتعصب على راسل وبيزعقله، وبيقوله كمان إن هو هيكمل رحلته للشلالات مهما حصل. وأول لما بيوصلوا بيرمي راسل كل أوسمة الكشافة بتاعته على الأرض، وبيقول لكارل كمان إن هو خلاص مش عايزها تاني. وبعد كده بيسيب كارل وبيمشي وبيروح يقعد على صخرة بعيدة عن البيت وبيكون متضايق جدا. وساعتها كارل كمان بيمشي وبيدخل البيت بتاعه وبيقعد على الكرسي وبيفتح كتاب مغامرات إيلي، وبيتفاجئ كمان إنها حاطة فيه صورهم مع بعض، وبيلاقيها كمان كاتباله كلام كتير وبتكون بتشكره فيه على كل المغامرات اللي عملوها سوا في حياتهم، وكمان بتطلب منه
إن هو يعمل مغامرات تانية كتير. وبعد ما كارل بيقرأ كل كلامها بيتأثر جدا بيه، وبيمسك أوسمة راسل بتاعة الكشافة وبيقرر إن هو هيتكلم معاه. بس أول لما بيخرج برا البيت بيتفاجئ إن راسل أخد مجموعة من البالونات اللي مربوطة في البيت بتاعه، وده علشان يقدر يطير بيهم ويروح للطائر كيفن ويساعده. فبيقرر كارل بسرعة إن هو ينزل عفش البيت علشان يخفف وزن البيت أكتر، وبكده هيقدر يطير بالبيت مرة تانية. وبعد شوية بيكون راسل قدر يوصل للمنطاد بتاعة شارلز، بس للأسف الكلاب بتقبض عليه وبتربطه في كرسي. بس بعدها على طول بيشوف تشارلز كارل من الشباك وبيقرب من المنطاد كل شوية أكتر، وساعتها تشارلز بيرمي راسل من الباب بتاع المنطاد وهو مربوط في الكرسي. بس كارل بيجي في الوقت المناسب وبيقدر إن هو ينقذه وبيفكه من الكرسي. وبعد كده بيدخل كارل للمنطاد، بس بيتفاجئ إن في كلاب كتيرة جدا بتحرس الطائر كيفن، وبتجيله فكرة وبيرميلهم كرة صغيرة، فبيبدأ الكلاب كلهم يجروا وراها على طول، وبينجح كارل إن هو ينقذ الطائر كيفن. بس للأسف في الوقت ده كان راسل هيقع من البيت بتاع كارل، بس بيقدر إن هو يمسك الحبل بسرعة. وقتها بيتفاجئ بتشارلز قدامه ومعاه الكلاب بتوعه، واللي بيبدأوا كلهم يدمروا البيت بتاع كارل. بس بينجح الكلب دوج إن هو ينقذهم ويلف عجلة القيادة بسرعة، وفي نفس الوقت بيقدر الطائر كيفن إن هو يهرب من المنطاد. وراسل كمان بينجح إن هو يتسلق الحبل ويدخل البيت مرة تانية ويجري بيه بسرعة علشان يوصل لكارل. بس وقتها تشارلز بيظهر وبيضرب عليهم نار مرة تانية، بس كارل بيواجهه وبينجح فعلا إن هو ينتصر عليه. بس للأسف البيت بتاعه بيطير بعيد عنهم خالص، ما بيقدروش إن هما يوصلوا له مرة تانية. وبعد كده بيروح كارل وراسل ومعاهم دوج علشان يوصلوا الطائر كيفن لأولاده. وبعد ما بيوصلوه فعلا بيرجعوا كلهم بالمنطاد للمدينة مرة تانية. وبعد أيام بيجي احتفال الكشافة بتاع راسل، وكارل بيروح معاه وبيحضر الاحتفال، ووقتها كمان بيديله وسام مساعدة المسنين. ومش بس كده، ده كمان بيديله الوسام اللي إلي مراته اديتهوله زمان وهم صغيرين. وساعتها بيتبسط راسل جدا وبيحضنه على طول. وبعد لما بتخلص الحفلة بيروحوا كلهم مع بعض وبياكلوا آيس كريم وبيلعبوا سوا كمان، ومعاهم الكلب دوج. وراسل كمان بيصنع كتاب المغامرات الخاصة بيه. وكمان بنكتشف إن البيت بتاع كارل عند شلالات الفردوس زي ما إلي كانت بتتمنى بالظبط. ولحد هنا بتكون خلصت حكايتنا. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة علشان تشوفوا كل جديد.